بديل الكعك الوجدي. تبارك الله ما شاء الله، كيف ما كتشوفوا المنظر يعبر على كل شيء، والرائحه ديالو ما تصوروش. في الدار كامله ريحه الكعك الوجدي، بديل الكعك الوجدي. تبارك الله ما شاء الله، كما كتشوفوا محمر على برا ومقرمش، والداخل ديالو ناشف. راه خليت الصوت ديال فاش قطعته، غتسمعوا التقرميشه تاعو كيفاش دايره. تبارك الله ما شاء الله. اما المذاق ما نقولكمش عليه، سمعوا. كما كتشوفوا الداخل ديالو ناشف، ما فازق ما حتى شي حاجه. تقدروا ترافقوه بالزبده، تقدروا ترافقوه باي حاجه بغيتو نتوما، كخبز تستعملوه كخبز، وعلاش لا. هذه اللي كنت درتها خبيزه، سمعوا القرمشه تاعها حتى هي من الداخل ناشفه كما كتشوفوا. اش غادي نقول لكم، يعني باش ترافقوا الزبده، الزيت، الاكل ديالكم اللي بغيتو، كيبقى الاختيار لكم نتوما. الفكره نتمنى تكون وصلتكم، انه مقرمش من برا لداخلنا. غندوزو للمقادير. عندي 4 ديال البيضات كما كتشوفوا. هنايا 70 غرام ديال زريعه الكتان، 70 غرام ديال الجنجلان. زريعه الكتان تقدروا تستبدلوها باي مكون بغيتو نتوما. 100 غرام ديال نواه الكوكو اولا الكوك، 30 غرام ديال البسيليوم، كأس العنبه ديال اولا 125 غرام ديال الحليب ديال اللوز او ماء ولا حليب ديال الكوك، لافاني حسب الاختيار، ما زهر ضروري حيت راه الكعك. الخماره ديال الحلوى 14 غرام. وهذا هنا كاين القرفه، حبه حلاوه النافع، والجنجلان فاش غادي نفندو ضروري محبه حلاوه والنافع. القرفه كنستعملها حيتاش انا ما كنديرش الاريتريتول ولا استيفيا، كندير شويه ديال الملح باش نعدلو المذاق. وهذه حامضه كما كتشوفوا هنايا صغيره، الا كانت كبيره ديروا نص حامضه. هنا خديت اناء درت فيه البيض، غادي نزيد عليه الملحه. تقدروا تستعملوا الاريتريتول، تقدروا تستعملوا استيبيا الا كنتوا تبغوا تستعملوهم. انا كنستغنى عليهم، عادي ما ندير بيهم، يعني ولفت ناكل بلا المذاق ديال الحلاوه. زدت الحليب، هنا ما زهر كيبقى اختياري انا، يا مادام كاك يعني ضروري ما زهر. 4 ديال المعالق كبارين ديال المزهر. المقادير غتلقاوهم مكتوبين في صندوق الوصف. هنا لافاني كتبقى اختياريه. غنخلط مزيان السوائل، ندمجهم مع بعضياتهم. البيض كله نضربه مزيان، وندوب هذيك الملحه اللي درتها. هنا نزيد المنسمات، هذه حبه حلاوه النافع ولا حبه حلاوه، المهم بجوج بيهم. ديروا الكميه اللي على حسب الذوق ديالكم. انا هنا وفيت شويه. القرفه كنديرها باش نعوض الاريتريتول ولا المذاق الحلو، كترجع لي المذاق حلو، يعني كنفضلها هي على بدائل السكر. درت معلقه صغيره عامره. معاهم غادي نزيد البسيليوم. دائما فاش كيكون عندنا البسيليوم في شي عجينه ولا شي خليط، كنسبقوها هي الاولى مع السوائل باش كتاخذ حقها في الهيدراتاسيون، يعني كتشرب مزيان، لانه هي كتشرب بزاف ديال السوائل. كنعطيها حقها هي الاولى. كما شفتوا خلطت مزيان، وغادي نخليها ترتاح واحد دقيقه جوج، وانا كنضرب فيها هكا على بال ما تشرب مزيان. تقدر توصل حتى 3 دقائق، شحال ما خليتوها ترتاح كيكون مزيان، حتى عطات الخيط كما راكم شفتوا هنا. هنايا غادي نزيد العصير ديال هذيك الحامضه. اللي ما عندوش الحامض يقدر يعوض بالخل. انا ديما كنفضل يعني الحامض باش يخلي النسمه ديالو زوينه وكيحيد النسمه ديال البيض. الخل كذلك، بصح هنايا فضلت الحامض لانه راكم عارفين الكعك، مذاق الكعك. المهم خلطت مزيان. غادي نزيد زريعه الكتان.
زريعه الكتان البنات اللي عندكم الغده الدرقيه زدت حتى الجنجلان، اللي عندكم الغده الدرقيه تقدروا تستبدلوا زريعه الكتان باللوز، تقدروا تبدلوها بشي مكسرات اللي نتوما بغيتو، اللي كتفضلوا نتوما، ولا على حسب الحاله اللي عندكم نتوما شنو سمح لكم تاكلوا شنو لا. انا هنا استعملت الذهبيه، تقدروا تستعملوا حتى الاخرى اللي كحله. انا خلط مزيان، نخليه يعني 1 دقيقه على بال ما ندير الخماره خماره الحلوى 14 غرام. ضروري ما تدوزوها شي صفايه باش ما تبقاش مكوره معاكم. هنايا كيف شفتوا درت الكوانتس باش غادي نعجن بيدي، لانه العجينه بدات تثقل، خاصها شويه، خاص نديرو فيها يدنا. الكوك هاد الكوك هذا البنات انا عاد يلاه شريته جديد، خرج لي ناشف في الاخر. غتشوفوا معايا، بقاو معايا في المراحل ديال التحضير، غتشوفوا راه اضطريت انني نزيد 1 المعلقه ديال الحليب تشرب لي. هنايا ضروري متليك مزيان، كيف قلنا 100 غرام ديال الكوك، دلكتها مزيان كما تشوفوا، ضروري باش ندمج العناصر مع بعضياتهم. والعجينه خاصها تكون شويه قاصحه، ما خصهاش تكون متلوقه، باش ملي نخبزوها ما تجيناش يعني فاسقه لداخل. كما كتشوفوا هنا كملت، درت دوره وجدت الصني، لقيتها نشفت لي شويه، اضطريت انني هنا كما كتشوفوا زدت الحليب، زدت 2 معالق في الاول باش نفزقها شويه، وغادي نعجن ونشوف. لقيت مازال عاد خاصها واحد شويه، زدت لها 2 معالق اخرين ديال الحليب ديال اللوز، يعني المجموع 4 ديال المعالق ديال الحليب ديال اللوز كما شفتوا معايا في الفيديو. هنايا غادي نبدا ندير كويرات على الحجم ديال البيضه، كما راكم تشوفوا هنايا الحجم ديال البيضه. غادي نبدا نكور بالاستعانه بالماء، كنفزق يدي بالماء وكندير يعني هذيك الحجم ديال البيضه، ندخل صبعي في الوسط، ندير فيها واحد الثقبه ونبدا نخدم يعني نفزق يدي راه فازقه شويه، ونبدا نخدمها مزيان، نجمع شويه شويه هكا الجناب ونفندها في الجنجلان ونقرصها في الصني. هانتوما شفتوا السمك ديالها، يعني ماشي غليظه وماشي رقيقه تاني، ويبقى لكم الاختيار الا بغيتوا تغلطوا ولا ترقوا. المهم راه ما عليه والو، هذا راه ماشي الجلوتين غادي يبقى معجن، راه المكسرات. يعني كيف كتشوفوا هذه الثانيه راه ماشي صعيبه، غير يعني خاصها شويه ديال المسعفه ولا خدمه. هنا فندتها ثاني في الجنجلان ونحطها قدام اختها نقرصها. الجنجلان كيبقى اختياري، انا يعجبني الجنجلان يعني، وباش حتى هكا ننتهز الفرصه وناكل شويه كميه. درتو في الفران اللي كان مسخن قبل على 150 درجه، درتو مروحه وخليت له الوقت الكافي للطياب حتى طاب على خاطرو وخرجته. هنايا من بعد ما يعني برد شويه غادي تسمعوا القرمشه اللي سمعتوها في الاول، خليت لكم الصوت، راه برا من برا مقرمش ومن الداخل كيف كتشوفوا ما فازق ما والو. وما نقولكمش الريحه ديالو في الدار البنات كتشهي الصراحه، جربوه ما غاديش تندموا. نتمنى تعجبكم الوصفه، دعمونا بالتعاليق ديالكم الزوينين.